في علامات للراجل النرجسي. مش كل راجل عنده 2 أو 3 من العلامات دي يبقى نرجسي، عشان بس اليومين دول في لغط كتير في موضوع النرجسي. مش كل راجل عنيد نرجسي، مش كل راجل بيزعل ويتقمص نرجسي، في واحد اسمه قماص، في واحد اسمه عنيد. النرجسي لازم تجتمع فيه صفات عديدة كلها مع بعض في وقت واحد. نمرة 1، النرجسي هتلاقيه أول علاقته بيكي غير آخر علاقته بيكي. دي أول حاجة، يعني أول علاقته بيكي مهتم جدا، حب رهيب. آخر علاقته بيكي بقت تجاهل، تعمد التجاهل وتعمد التقليل منك. خلاص، يبقى بداية العلاقة غير نهاية العلاقة. النرجسي هتلاقيه دايما بيقلل من أي فعل انت بتعمليه. يعني تعملي حاجة جامدة واو فظيعة، ايه اللي انت عاملاه؟ ايه الزيادة يعني؟ ايه تمام. النرجسي هتلاقيه دايما بيديكي كلام عسل في سم. يعني انتي ايه ده تخنتي، محتاجة تخسي شوية على فكرة عشان منظرك. بينصحك بس بسم. خلاص. طيب ايه كمان بيعمله النرجسي؟ هتلاقي النرجسي دايما عنده نظرية المؤامرة، وكأن كل العالم متكلبنة. اي كلام بيتقال بعفوية، تروحي عند اهلك كلمتين يتقالوا بعفوية ياخدها هو انها نظرية مؤامرة. ده قالوا كده قصدهم كده، ده عملوا كده قصدهم كده. النرجسي هتلاقي الافعال الطبيعية اللي الناس بتقبلها هو مش بيقبلها. يعني مثلا حد من اهلك جاب له هدية فقالك خدي انا جبت دي لجوزك. طب رحت تديها لجوزك، يروح هو بدل ما يفرح ويتبسط لا لا، يقول لك ايه ده، هو مستقلني مديكي ليه اصلا الهديه، ما كان اداهالي في ايدي انا. خلاص. فعلى طول عنده تفسير للمواقف، مش هي بصورتها الحقيقيه، لا بصوره تانية، انك بتهنيني. برضو بنفس الطريقه دي، لو حد جه كلمه عن طريق تليفونك مثلا يعني اخويا بيكلمك عايز يسلم عليك، بعد ما يكلمه يقفل يقولك ايه، هو ما كانش قادر يتصل على تليفوني يعني، هو لازم يكلمني عن طريقك. كل فعل ممكن يبقى عادي مع اي حد، معاه هو فيها اهانة بالغة. نرجسي هتلاقيه حريص في الفلوس. على فكرة بعضهم مش بخلة ابدا، ولكن تقولي ايه، بيحب يحط فلوسه في مكانها الصح. بياخدنا اغلى الاماكن، بيسفرنا، بناكل، بنشرب، بنلبس، ولكن بيحاسبني حساب الملاكين. لما دي حطيتهم فين لازم يعرف الفلوس اتحطت فين. في بعضهم حريص لدرجة البخيل، لكن دول مش كتير. أغلبهم حريص، لا هو كده ولا هو كده، يصرف بمزاجه، يصرف على نفسه كويس قوي. النرجسي هتلاقيه دايما عنده كلمة لما يزعل معاكي العقاب، عايز يعاقبك، ما بيرتاحش إلا لما يعاقبك. وعادة هو صاحب نظرية الصمت العقابي، بيعاقبك بالصمت والتجاهل ويوجعك. النرجسي هتلاقيه في أول العلاقة كان بيركز معاكي جدا في كل الكلام اللي بتقوليه، على اعتبار انه حب واهتمام. كل ده ياخده بعد الجواز يضربك فيه في مقتل. لو انت عندك مشكلة مع مامتك يقولك طلعي عقدك عليا بقى، ما انا عارف علاقتك الوحشة مع مامتك او مع باباكي. تبصي كده، ايه اللي انا قلت ده؟ انا كنت بفضفض معاك، انت النهارده جاي تلومني. النرجسي بياخد أي معلومة عنك، أي معلومة يركز فيها جدا ويعرف هيوجعك بيها ازاي. طب هو بيبان قوي انه لا، احيانا تاني انت ما بتحسيش، ده الراجل اللي انت معاشراه ليه حاجات كويسه معاكي على فكره، هو ليه وعليه اللي عليه، بس السمات دي لازم تبقى كلها موجوده مع بعض. يعني اللي عنده 2 3 منها لا مش شرط، لازم الكوكتيل ده يبقى نازل مع بعض. تمام. طيب النرجسي في صمته العقابي بيطول، بيطول طبعا، وبيطول على حسب ما هو عارف. وانتي قلتي له انا بتوجع قد ايه، لو انا شخصيه لطيفه وحبوبه هيزيد، لو انا شخصيه بتحب الانس والالفه هيزيد. تمام. نرجسي بقى عنده مشكله جامده جدا، لما يعرف انك بتحبي حد من اهلك او من صحابك يقطع العلاقه، لازم يقطع العلاقه. يستميت انك تبقي بتاعته ويفرض سيطرته عليك، يحاول يغير لبسك جدا، يحاول يغير حتى طريقة كلامك جدا، يفرض عليكي أكل معين جدا، ده الأكل ده مش صحي، ده الأكل ده خطر.
كُلي الأكل ده، لو الأكل ده هو ما بيحبوش يطلّع لِك القطط الفطسانة في الأكل ده ولازم تاكلي على مزاجه، وعندي حالات حتى هُم خارجين يحب ينقّي لها المكان والأكل اللي على مزاجه، ألوان معيّنة ما تلبسيهاش عشان دي ما باحبهاش. هو دايمًا في كلامه أنا، أنا، أنا. طبعًا آخر حاجة النرجسي دائمًا وأبدًا عنده علاقات ثلاثية، يعني أنتِ وهو مش بس، لأ، لازم في واحدة تالتة، لازم في واحدة يهددِك بيها، كما لو إني أنا راجل وباقول لِك أهو لو ما عملتيش، لو ما نفذتيش أنا هاعرف غيرِك، لأ ده في غيرِك، لأ ده في اللي أحلى منِّك، اوعي تفتكري نفسِك حاجة أصلًا. طيب آخر حاجة بقى النرجسي هتلاقيه دايمًا بقى في العلاقة الخاصة هدفه الوحيد هو سعادته هو، إلا النرجسي الخفي، ده نوع من أنواع النرجسيين اللي هو مُحِب للعلاقة دي أصلًا، لأ، وقتها بيبقى بيهتم بيكِ زي ما بيهتم بنفسه، لكن النرجسي الواضح وصريح اللي بيبقى الأنا عنده متضخمة أوي، ده بيبقى اهتمامه بنفسه فقط، تمام، لدرجة إن بعض الحالات بتقول لي بقيت أكره. لإنه أحيانًا بيبقى لو أنتم زعلانين عادي عنده استعداد تام إنه يدخل يخلّص شيء ما في العلاقة ويرجع تاني برضه ما بيكلمكيش، أنتم في نفس الصمت العقابي. دي علامات أهم العلامات في النرجسيين، فما تاخديش علامتين وتقولي جوزي نرجسي، لو بيزعل معاكِ ما تقوليش نرجسي، في راجل أناني، في راجل عنيد، في راجل قماص، لكن النرجسي الكوكتيل ده كله لازم يبقى مع بعضه كده package. نرجسي كمان هتلاقيه علاقته بأهله يا إما علاقة قوية، يعني إيه قوية؟ يعني حاطط أهله في المرتبة الأولى، أهله الأول وبعدين أهلِك، تمام، حتى مع الولاد أهله الأول وبعدين أهلِك، تمام. في نرجسي تاني هتلاقي علاقته بأهله سيئة جدًا، يعني مش أحسن حاجة، فعلاقته بأهله دي مش مؤشر، لكن بقية المؤشرات اللي أنا قُلتها دي كلها لو اتوفرت يبقى الراجل ده نرجسي.